في فيديو النهارده هنحضر نوع من اهم والذ انواع البسكوتات، بسكوت الزبده. بجد طعمه حكايه يعني. بجد انتوا شايفين الصوره بتتكلم عن نفسها. ينفع نعمله مشروع من البيت، ينفع براند لينا، وينفع كمان نقدمه ضيافه لضيوفنا او ناخده هديه لاي حد غالي علينا. مكونات سهله وبسيطه. معانا 250 جرام من الزبده اللي هنا بدرجه حراره المكان، نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، اي نوع دقيق عندك ينفع، يعني 500 جرام، 175 جرام سكر بودرة، بيضتين، معلقة صغيرة ممسوحة نشا، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، وظرف فانيليا. مكونات سهلة وبسيطة ومفيش أي حاجة إن شاء الله يعني صعب علينا، سهل جدا. حتى كمان طرق الخفق بتاعتها متعددة، يعني لو عندك عجان اشتغلي، عندك مضرب الكهرباء اشتغلي، وكمان مضرب البيض ينفع، بس هيحتاج جهد منك لغاية ما الزبدة تتخفق كويس وتبقى لينة كده بدرجة حرارة المكان، وتبقى هشة وكريمي زي كريم شانتيه كده. هنفضل نخفق فيها على اعلى سرعه زي ما انتم شايفين. طبعا كل ده وانا مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. طبعا هو مده الخفق كلها مش هتاخد معايا 10 دقايق، فنشغل الفرن من قبلها. هنزل بالسكر بتاعنا، وطبعا انا بنزل كل المكونات بتاعتي في البوله بتاعتي دي. واول ما نزلت بالسكر حسيت ان الخليط بتاعي اتكتل وقع من الكتل كده، والدنيا بقت متبعتره قدامي، وده ما يقلقنيش خالص خالص. بعمل ايه بقى؟ بفصل المضرب الكهربي وانزل بكل المكونات تاني والمها من جوانب. بخلط السكر البودرة على الزبدة وارجع تاني اعجن واعمل الحكاية دي. كل ما الاقي الدنيا يعني وسعت مني كده وفي حاجات ما بتتعجنش معايا، المها عادي بالسباتشولا او اي معلقة واعملها. بعد كده بنزل بقى البيضتين، بحط عليهم ظرف الفانيليا وانزل بقى بيضة بيضة. ما ينفعش خالص خالص انزل بالبيضتين مرة واحدة، الزبدة هتفصل معايا ومش هيتكون معايا مش هيديني النتيجة اللي انا محتاجاها. ضربت اول بيضه وراحت خالص ما عادش ظاهره، انزل بالبيضه التانية واخفقها كمان، وبالمعلقه او الاسباتيولا اكون العجين بتاعي. بعد كده هنزل بالمعلقه الصغيره نشا والمعلقه الصغيره الممسوحه من البيكنج باودر واخلطهم بالدقيق. طبعا اكيد اكيد مش هنزل بالدقيق كله مره واحده، دي حاجه احنا عارفينها من زمان واحنا شغالين في المطبخ من سنين وعارفين. ضروري المواد الجافه دي بننزلها واحده واحده. طبعا بشوف طبعا وانا بخلط انا ما بعجنش خالص، انا بكون بلم الدقيق بقى على الزبده، بشربه الزبده. شايفين عملت التست بتاعي تمام، ما بتشققش خلاص، هي كده مش محتاجه دقيق ولا محتاجه اي حاجه. بين كيسين بقى، لو عندي مفرش سيليكون او عندي كيسين تخزين، بقطعهم واعملهم بالشكل ده. انا بفرد لان انا هعمل بسكوته واحده بس وعندي اشكال كتير جدا. طب ما عنديش الاشكال دي، حلوه جدا، ممكن غطا اي برطمان عندي، ممكن كوبايه، ممكن فنجان، اي شكل انا حباه واي شكل عندي ممكن اقطعهم بسكينه مشرشطه، سكينه البيتزا. اي اشكال ترجع لكم، كل الاشكال متاحه، بسكينه، بسكينه بيتزا، بقطاعه، بكوبايه، كله عندكم. طبعا الفرن شغال من قبلها على اعلى درجه حراره 200. طبعا التسويه بتاعتي، مده التسويه اخدت معايا حوالي ربع ساعه. الافران طبعا بتختلف، بس انا اخدت معايا ربع ساعه. بتديني اللون الاحمر من تحت ومن فوق الاصفر زي ما انتم شايفين، بسكوته بتقرمش وتحفه. انا جبت قطعه من قطعه من الشوكولاته حوالي 200 جرام، عليها معلقتين من الزيت ودوبتهم على حمام بخار. طبعا طبق استانلس كده تحطي فيه الشوكولاته بتاعتك، وطبق فيه ميه، وتخليها تدوب معاكي كويس قوي، وتزينيها بالطريقه دي. طريقه عشوائيه، ما تحاولوش ان انتوا يعني تجودوا. بصراحه بتطلع تحفه جدا لو احنا عملناها كده تلقائيه كده من نفسنا كده، يعني حاجه كده عشوائيه بتبقى لذيذه. سبرينكل بقى معانا شوكولاته بيضاء، والاشكال والحاجات دي حرفه بقى، انتوا عارفين بتبقى يعني ايه. ترجع لنا احنا نعملها زي ما احنا عايزين. طبعا زي ما قلت لكم ينفع نعمله براند لينا باسمنا ونوزعه سوبر ماركت او اي حاجه. ممكن ناخده هديه لينا جميله جدا، حاجه تشرف بجد للضيافه لاي حاجه، جنب كوبايه شاي او فنجان قهوه كده مش مسكر قوي. بجد حاجه تحفه قوي من صنع ايدينا، مكونات سهله وبسيطه، مش خدت مننا اي حاجه ولا وقت. حاجه كده فخره. زي ما انتم شايفين، لايك وشير كتير للفيديو. كنت معاكم على طويل.